السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة هيلثي دايت. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك كيجي زوين بزاف، بنين وصحي وسهل التحضير، بلا سكر بلا دقيق بلا زيوت نباتية. كيجي زوين بزاف، مناسب للناس اللي عندهم حساسية الجلوتين او الناس اللي متبع نظام غذائي صحي بدون جلوتين، وكذلك الناس اللي باغيين يطيحوا في الوزن. ونبداو بسم الله على بركة الله في الوصفة. اول حاجه هنا انا غادا نعبر 100 غرام ديال التمر. غادا ناخذ انا هاد التمر، الا كان عندكم هذاك الاخر اللي كيكون رطب بزاف غيكون احسن. انا هذا غادا ناخذ منه 100 غرام. تقدروا تستعملوا سكر ستافيا، سكر جوز الهند، سكر الاريتريتول او لا العسل، حتى هو اي حاجه بغيتو تحليو بها ديروها. هنا غادا ناخذ 250 ملل ديال الحليب الماعز. تقدروا تستعملوا الحليب النباتي او لا الحليب البقري عادي. انا يعني كيعجبني انني نستعمل الحليب ديال الماعز حيت هو صحي على الحليب البقري. صافي هنايا غادا ندير هذاك التمر حتى يرطاب ليا في هذاك الحليب، ومن بعد غادا نطحنو. هاد الكيك راه كيجي زوين بزاف وبنين ومشبع، انكم تاخذوا منه غير طريف كيحسسكم بالشبع لواحد المده طويله. وكيف العاده الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. صافي هنايا غادا نطحن هذاك التمر ديالي مزيان مع الحليب، وغادا نبداو في الوصفه. هنا غادا ناخذ 4 ديال البيضات صغار بحراره المطبخ. الا كان عندكم البيض كبير خذوا غير 3. بغيتو هادي ديروا مثلا كيك صغير انكم تقسموا المكونات على جوج، مثلا 2 بيضات، هذوك المكونات قسموهم على جوج الا بغيتو كيك صغير. انا هنايا عندي البيض حجم صغير، داكشي علاش خديت منه 4 ديال البيضات. غنضيف عليهم قبصه ديال الملح، وغادا نطرب البيض ديالي مزيان حتى يطلع، ونضيفوا عليه باقي المكونات. البيض الا كان بحراره المطبخ راه بالزربه كيطلع لكم. انا هنا كنت جبته من الثلاجه، ما جبتوش بكري من الثلاجه، يعني خدا لي واحد الوقت باش طلع. وصافي هنا غادا نضيف عليه الخليط ديال الحليب والتمر. بالنسبه للكيك بغيتو الحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها، انا درت 100 غرام جات هي هذيك. تقدروا ديروا قل تقدروا ديروا اكثر. هنايا درت 2 معالق ديال السيرو ديال هذا شيروبو اغافي، ديال السيرو ديال الصبار. هذا حتى هو زوين، وما كيف ما قلت لكم راني فيتو شاركته معكم في الكيك الاخرى، ما فيش لي كالوري بزاف، حتى هو تقدروا تستعملوه بوحدو. يعني انا ما غير هو ما حلوش بزاف، تقدروا تضيفوا معاه شويه ديال العسل حتى هو كيجي زوين في الكيك. صافي هنا غادا نخلط هذاك الحليب مع التمر مع السيرو اللي ضفت. وهنا غادا نضيف 80 ملل ديال زيت جوز الهند. تقدروا تستعملوا زيت زيتون او لا زبده حيوانيه. وغادا نضيف عليها هنا 150 غرام من المكسرات. انا استعملت اللوز والكركاع، تقدروا تستعملوا اللوز بوحدو اللي عندكم في المكسرات ديالهم. وغادا نضيف هنايا 50 غرام من جوز الهند، من مبشور جوز الهند. يعني الكيك على حساب النوعيه ديال الدقيق ديال مبشور جوز الهند اللي عندكم. انا عندي هذا بلي الكيك مازال شويه خاصو، ضفت هنا هاد الملعقه من دقيق جوز الهند. كاين مبشور جوز الهند وكاين دقيق جوز الهند، ضفت ليه واحد الملعقه من دقيق ديال جوز الهند. وضفت هنايا خميره الحلويات. وهنايا بنتي راه كتخلط كتعاون فيا. صافي خلط داك الخليط. الكيك يجي على هاد الشكل، حيت عندنا المكسرات كتشرب وعندنا المبشور جوز الهند حتى هو كذلك يشرب. وصافي هنا خديت مول دهنتو بالزبده، وغادا ندخلها للفران. غادا نشعل عليها الا كان عندكم الفران كيشعل من تحت شعلوها عليها من تحت هو الاول 180 درجه، وما كتاخذش الوقت بزاف، يعني قل من نص ساعه كتوجد.
وهنايا غادا ندير واحد الكريمه نزين بها الكيك ديالي. ودابا هذه الوقيته ديال الكاكي، والكاكي واحد الفاكهه اللي زوينه بزاف غنيه بالفيتامينات والمعادن، نستغلوها في الكيك ديالنا باش ياكلوها حتى الوليدات الصغار. كتجي زوينه بزاف هذه الكريمه. انا خديت هاد 2 حبات ديال الكاكي غير هما يكونوا طيبين مزيان، يعني يكونوا طيبين. صافي غادا نقطعهم. غادا نقطعهم ونطحنهم. ما غنضيفوا لا ما لا حتى شي حاجه، يعني غير هذاك غادي نطحنهم غير هكا بلا ما. كتجي زوينه بزاف هاد الكريمه. صافي ومن بعد بغيتو تضيفوا عليها السكر ضيفوا عليها، ما بغيتوش هي اصلا الكاكي راه كيكون حلو، خصوصا فاش كيكون طيب بزاف راه كيكون حلو. انا هنايا غادا نضيف شويه ديال السكر ستافيا، حيت ما غاديش يبغيو ياكلوها ليا الدراري الصغار. الله غادا نضيف عليها هنايا واحد الملعقه ديال السكر ستافيا باش تجيني شويه حلوه. ولكن هي راه حلوه كيف قلت لكم، يعني بالنسبه اللي ما عندهمش مشكل في السكر، اولا بالنسبه للدراري الصغار راه الكاكي اصلا حلو. وهذه هي الكيك ديالي من بعد ما جبتها من الفران. غادا نحيدها من المول ونضيف ليها هذيك الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي بغاها تجي عاقده بزاف يضيف ليها شويه ديال النشا ويسخنها. صافي انا غادا نخليها غير هكا، بغيت نضيف ليها لا نشا لا حتى شي حاجه، بغيت نخليها ما بغيتش نضيف ليها النشا، نخليها صحيه يعني ما نضيف ليها حتى شي حاجه. شوفوا هاد اللون كيجي زوين بزاف مع هداك اللون ديال الكيك، يا سلام. وحتى الكاكي كيعطي واحد المذاق زوين في الكيك. صافي دابا غادا نزينها انايا بواحد شويه ديال التوتيات وندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد. هي خاصها تبرد باش هذيك الكريمه تجمع لينا كتعقاد في الثلاجه. وكنتمنى الفيديو يعجبكم. الا عجبكم شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وخليوا لي رايكم في التعاليق الا جربتوها. وبسلام عليكم وتهلاو في الصحيحه ديالكم.